ازاي فيلم ريد وان نجح انه مش بس يبقى فيلم كريسمس يجمع العيلة، انما يجمع النجوم دي كلها في فيلم واحد. فيلم كريسمس ريد وان قدر انه يجمع الاتي من النجوم: كريس ايفنز وهو نجم سلسلة افلام الافنجرز في واحدة من اهم ادواره، وهو دور كابتن امريكا. نجم تاني برضه الا وهو ذا روك او دواين جونسون، المصارع المعروف اللي نجح مؤخرا انه يشارك كممثل ونجم في سلاسل افلام معروفه ومشهوره زي مثلا جومانجي وفاست اند فيريوس. النجم الثالث معانا هو طبعا جي كي سيمنز، البطل العجوز اللي اتشهر بدور رئيس التحرير الخاص بعالم افلام سبايدر مان جي جوناه جيمسون، او المحقق جوردون في عالم افلام دي سي الخاصه بالمخرج زاك سنايدر، او حتى صوت البطل الخارق المختل نولان جريسون في الكرتون الاشهر مؤخرا ذا انفينسيبل. ده غير كمان ان الادوار الشرفيه في الفيلم اسندت لنجوم مهمين زي مثلا لوسي ليو، وهي النجمه المعروفه من افلام زي كيل بيل، او حتى كمان كانت واحده من بطلات شارلز انجلز بتوع زمان. نجمه تانية مثلا زي بوني هانت، وهي النجمه اللي شالت افلام لوحدها برضه زي اول جزء خالص لجومانجي بتاع زمان، او جزئين افلام تشيبر باي ذا دوزن. ده حتى شريره الفيلم اللي انا كنت فاكر انها مش معروفه طلعت كانت شايله مسلسل كامل عنوانه كان اسم الشخصيه اللي هي بتقدمها فيه سابرينا. طبعا كل النجوم اللي انا اتكلمت عليهم دول مثلوا افلام ومسلسلات تانية غير اللي قلناها، بس على الاقل دي العلامات الواضحه اللي سابوها للسينما والتلفزيون. واللي اخرج فيلمنا النهارده هو نفس المخرج اللي كان اخرج لنا السلسله الجديده من افلام جومانجي. طب ازاي قدر يعمل كده ابن اللذينه ويجمع كل النجوم دي في فيلم اقرب لعماره يعقوبيان بس على كريسمس من كتر النجوم اللي مجمعها؟ اعتقد ان السر كان في السيناريو والقصه، ودي اللي احنا هنعدي عليها النهارده بكل مزاياها وعيوبها. مبدئيا الفيلم بيبتدي بالشخصيه اللي بيجسدها كريس ايفنز في الفيلم، الا وهي شخصيه جاك اومالي. بس وهو في مرحله الطفوله المشهد جاب انه كطفل بذكائه اللي سابق سنه قدر يوصل لمقر هدايا كريسمس الخاص بالعيلة، عشان بيه بالمقر ده يقدر يقنع أصحابه الأطفال إن مفيش حاجة اسمها سانتا في كريسمس، وإن كل دي بتبقى عبارة عن اشتغالة سنوية، اشتغالة بتحصل كل سنة، وإن اللي بيجيب الهدايا فعلا هو الأهالي، وبيوهموهم بعد كده إن في حاجة اسمها سانتا. ومع أحداث الفيلم بكتشف إن أنا عندي 3 مشاكل في المشهد ده. أولهم إن المشهد مش هوك أو مقدمة جاذبة تليق بالفيلم وحملته الإعلامية. يعني اللي شفناه في إعلان الفيلم أشهر ممثلين أفلام الأكشن وهم في مشاهد أكشن كفكرة جديدة للكريسماس. مشكلتي هنا إن الدخلة كانت دخلة عادية جدا رتيبة جدا زي كل أفلام الكريسماس. قلقتني اللحظة إني هشوف اسطمبة فيلم كريسماس في هيئة كليشيه معروف جدا. تاني مشكلة كانت عندي في مشهد الافتتاحية إن المشهد ده يحسسك إن تقريبا مشكلة جاك أومالي اللي هيتعرض لها كتطور في شخصيته على مدار الفيلم هتكون مركزة أكتر إزاي إن ذكائه تدريجيا قتل إيمانه، واللي هي الحاجة اللي ما بيبانش فيها الصراع في الشخصية بشكل واضح ومباشر على مدار الفيلم بعد كده. لأن زي ما هنشوف كمان شوية فجاك أومالي صراعه وتطوره بيبان في حاجة تانية تماما. ثالث مشكلة في مشهد الافتتاحية هي إن مشكلة جاك أومالي الطفل فيها ألا وهي مشكلة إيمانه بسانتا وعدم وجوده، فالمشكلة دي نفسها هتنتفي بسهولة قوي كمان شوية. زي لما طلع في الإعلان كده إنه لما قالوا له إن إحنا عايزينك في مهمة ليها علاقة بسانتا، فكان رده بجد هو في سانتا؟ وفي أقل من 10 ثواني إيمانه وقناعته اللي كونها من وقت الطفولة اتهدت عادي خالص، وصدق إن في سانتا في لحظة عادي كده لمجرد إنه شاف بعينه في المشهد اللي قبله على طول كائنات أسطورية. فللأسف ما حسيتش قوي إنه الإيمان اللي كونه من طفولته كان صعب تغييره، الحاجة اللي دمرت الدراما شوية في الحتة دي. طيب نكمل الفيلم. حاجة من الحاجات اللي أنا مقتنع إنها أقنعت النجمين الأساسيين إنهم ياخدوا أدوارهم فكرة إنهم ضمنوا إن البطولة فعلا ثنائية. يعني الفيلم مش هيناقش تطور شخصية واحدة ويخلي الشخصية التانية سنيدة مثلا، إنما فعلا الشخصيتين هيمروا بتطور شخصية حقيقي وكامل على مدار الفيلم. جاك أومالي مثلا بعد كل اللي حكيناه عنه بنشوف ازاي كبر وازاي بسبب دماغه السم
بقى هاكر قد الدنيا، وبسبب اللي بيعمله من تجسس بيقدر يكشف مقر سانتا من غير ما يعرف انه كده كشفه، وبيبيع المعلومة لجهة مجهولة هتستخدمها عشان حبكة الفيلم. الفيلم جايب بقى ان ذكاء جاك أومالي بيكون على حساب حاجة تانية، ألا وهي حياته الشخصية ومشاعره، لأننا بنشوف من خلال مكالمة من مراته السابقة ليه إنها بتطلب منه إنه يجيب ابنهم من المدرسة، وبيبان من ده إنه بعيد عن عيلته وعن ابنه، الابن اللي بيحاول يثبت نفسه قدام باباه، لدرجة إنه بيعزمه وهو خجلان على حفلة هو كان هيعزف فيها، لمجرد إنه عارف إن جاك أومالي أبوه ملوش في الجو ده. والتويست إن الخط اللي كنا هنفتكره خط فرعي في الفيلم وهي علاقة جاك بابنه بيطلع هو الخط الرئيسي أو تطور الشخصية الأساسي اللي هيمر بيه جاك أومالي على مدار الفيلم. فكده كريس إيفنز بيضمن إنه هيتطور في الشخصية، وعشان كده بياخد دور الشخصية دي. نيجي بقى لدواين جونسون أو ذا روك وشخصيته إنه الحارس الشخصي لسانتا. والحمد لله شخصية دواين جونسون ما بيكونش فيها لخبطة في تطور الشخصية زي ما حيرنا معاه شخصية جاك أومالي. تطور شخصيته بيبقى واضح وملحوظ من أول مشهد في الفيلم، من إنه بيبقى عايز يستقيل من الشغل مع سانتا لأنه ما بقاش قادر خلاص إنه يبقى عنده نفس رؤية سانتا، وهو هدف خدمة الأطفال، وبالتبعية ضرورة رؤية الأطفال في الكل حتى اللي ما بقوش هم نفسهم حاسين بطفولتهم وكبروا. وبكده بقى مضمون إن الشخصيتين هيكون ليهم قصة تطور في الفيلم لحد لما بتيجي الحبكة وهي خطف سانتا. وبصراحة رغم ان ده ما بانش في الاعلان، بس عجبتني جدا اجندة شريرة الفيلم جريلا، وهو ان الاجندة مش بس فكرة سرقة الكريسماس من خلال خطف سانتا، انما الفكرة في انها هتبعت هدايا بداله، هدايا بس بدل ما تبقى للاطفال الحلوين هتبقى هدايا للاطفال الوحشين او النوتي اللي بينتموا للنوتي ليست أو قائمة الأطفال الوحشين بحسب تسمية الفيلم. والهدية دي بتكون متمثلة في البلورة الإزاز اللي هتحبس فيها كل الأطفال والكبار النوتي لما يستقبلوا منها الهدية دي، فتنجح بده في اللي ما نجحش فيه سانتا في بداية كل عام، إنها على العام الجديد تنجح بالخطة دي إنها تخلي العالم مكان أفضل لما كل الأشرار النوتي يتحبسوا وما يتبقاش في العالم غير الكويسين. عجبتني الأجندة دي للشرير لسببين أساسيين: إن الموضوع مش شر الغرض الشر وخلاص، مش اللي هو يعني يلا نبوظ الكريسماس ونسرقه وخلاص، إنما الموضوع فيه نية كويسة، وأنا أي شر بيكون لنية كويسة بحبه جدا، لأنه بيبقى شر ممنطق ساعتها، مش اللي هو شر الغرض الشر، إنما بالأكتر بيبقى وجهة نظر تانية ممكن نبقى إحنا شخصيا بنفكر فيها في وقت من الأوقات، زي مثلا وجهة نظر إنه إيه تكون جزات الشر، رحمة سانتا ولا عدالة جريلا؟ فهو صراع فلسفي مش ساذج. السبب التاني اللي عجبني في أجندة الشرير إن أجندة الشرير من طبيعة الصراع، يعني لما تبقى هي عايزة تحاسب الناس النوتي فده هيمس كل من جاك أومالي اللي بيجسده كريس إيفنز من ناحية إن هو شخصيا يصنف نوتي فهو بالتبعية وبالتالي في خطورة من جريلا، ومن ناحية تانية بيمس برضه شخصية كالوم دريفت اللي بيجسده دواين جونسون أو ذا روك، من فكرة إنه ابتدى تدريجيا ما يشوفش الطفل اللي جوه الناس ويشوفهم بيكبروا ونوتي، وكأنه فعلا بقى محتاج لصراع مع جريلا عشان يفوق ويثبت نفسه ويرجع تاني لطبيعته الأولى. فالصراع في الفيلم موضوعه حلو. المهم الأحداث بتكمل وبنشوف هيئة مورا، واللي هي اختصار Mythological Oversight and Restoration Authority أو هيئة ترقيب وترميم الكائنات الأسطورية، اللي بتقودها الممثلة لوسي ليو، واللي بصراحة مش قادر أشوف قوي هي ليه قبلت بالدور ده، رغم إن الشخصية اللي بتجسدها مش بتمر بأي تطور بيبين قدراتها التمثيلية. السببين اللي ممكن أفكر فيهم اللي بسببهم ممكن تبقى لوسي ليو قبلت الدور ده هو إن الشخصية دي في الفيلم كانت تعتبر بمثابة المحرك الأساسي للأحداث في الفيلم، لأن هي اللي هيئتها بتحقق عشان تسترد سانتا المخطوف، وهي اللي بتكون المسؤولة إنها هتتكلم مع قادة الدول في احتمالية إن الكريسماس هيتلغي من العالم لو ما تمش استرداد سانتا.
فمن الآخر السبب الأول ممكن يكون عشان كانت هي المحرك الأساسي لكل الأحداث دي. السبب التاني وهو إن الكيان هيئة مورا فرصة فرانشايز هايلة، لأنها مربوطة أكتر بالأساطير، مش بالكريسماس بس، بالعالم اللي اترسم للهيئة، زي الأداة اللي كانت مع كالوم اللي كانت بتصغر وبتكبر سواء نفسه أو اللعب، مع البنية التحتية لمحلات اللعب اللي بتنفذ على كل البلاد. فلو الفرانشايز ده نجح انه يعجب الناس، فهي كده ضمنت سلسلة افلام تطلع فيها بغض النظر عن الحبكة، فهي بكده كأنها بقت دامبلدور العالم ده. وفعلا اكبر دليل انها المحرك للاحداث انها هي اللي بتعرف ان جاك اومالي هو السبب في بيع معلومة مقر سانتا للجهة اللي خطفته، فبتجيبه وتجنده عشان يشتغل مع كالوم ويساعده في استرداد سانتا. الفيلم من هنا بيبقى ليه ميزتين وعيبين. الميزة الأولانية إن التسلسل بيبقى سهل جدا إنك تفتكره، لأنه فعلا بيبقى مكتوب بطريقة إنه يكون حدث بيقود لحدث. جاك أومالي بيبقى معاه حاجة تأمنه من الصفقة اللي عملها، إنه بيبقى معاه مكان الشخص اللي عمل معاه الصفقة، الحاجة اللي بتكون أول الخيط ليهم، فبيروحوا له، الحاجة اللي بتخليه يعترف إن اللي جندته جريلا. ومن هنا بيعرفوا إن جريلا اللي ورا الأحداث. ولأن جريلا المعروف عنها إنها ساحرة، فمورا بيكون عندهم جهاز لتتبع التعويذ، فبيتتبعوا تعويذها، فبيلاقوا ان اخر تعويذة عملتها كانت عند مقر الكائن الاسطوري كرامبوس اخو سانتا كلوز، وبيروحوا له، وهكذا بيكمل التحقيق. فاول ميزة في المشهد ده ان التسلسل حلو، مشهد بيقود لمشهد وفكرة بتقود لفكرة بتسلسل منطقي. تاني ميزة هنا كان فكرة التوازن العادل، ان اللي جاب فكرة انهم يوصلوا للوسيط في الصفقة ما بين جريلا وجاك كان جاك نفسه. ولما اتعرف ان الشريرة هي جريلا الساحرة واللي هي حاجة من تخصص كالوم، فكالوم كان صاحب فكرة تتبع التعويذة السحرية، الحاجة اللي وصلتهم لكرامبوس. فحتى الذكاء في التتبع والتحقيق كان من نصيب الاتنين، جاك أومالي وكالوم دريفت، فما بانش فيهم ان في حد اذكى من حد. ده بالنسبة للمستين اللي كانوا في المشهد اللي فات. نيجي بقى للعيبين. العيب الاول كان هو احساسي بالتغير المفاجئ للريت الخاص بالفيلم، انه بعد ما البداية كانت بداية طفولية جميلة تحس بيها ان الفيلم يصلح كفيلم كريسمس عائلي جميل، لا، ده بعد ما البطلين بيتجمعوا مع بعض بتحس فجأة ان الفيلم اتغير لبي جي 13، او انه بقى محتاج لسن معين كبير شوية، لان فجأة بيبقى فيه لغة والفاظ مش نظيفة قوي، وبعض الايحاءات الجنسية كمان زي اللي جت في الاعلان من فكرة ان جاك اومالي بعد ما اكتشف من كالوم دريفت تكنولوجيا احياء اللعب وتحويلها لحقيقة، فاول فكرة بتيجي في دماغه هو انه يدور على لعبة لوندر وومن، والمعنى المقصود ايحاء جنسي طبعا. ففجأة التون ونبرة الفيلم ما بتفضلش متوافقة مع روح الكريسماس البريئة اللطيفة اللي ابتدينا عليها. تاني عيب كان ان بسبب زحام النجوم في الفيلم، فالفيلم ما خدش وقته او نفسه في احداثه نفسها. يعني التحقيق كله على بعضه كان عبارة عن المشهدين بس اللي احنا قلناهم، واللي بيهم يدوب وصلنا بس ان الجريلا اللي كانت ورا الاحداث وكانت بتعمل كده ليه وعايزة ايه، وبالتبعية ممكن يبقى مكانها فين، وبالتبعية ممكن يبقى سانتا فين. وعلى فكرة على كل اللي احنا قلناه ده، فمنطقي بعد كل اللي احنا قلناه ان التحقيق نفسه يبقى مشهدين بس، لان تقديمة شخصيتين بيجسدها نجمين بدل شخصية واحدة اكيد اخدت وقت كبير جدا من اول الفيلم. ده غير ان عشان نبرة الفيلم اكشن، فاضافة اكشن في كل مشهد من المشهدين اخدت وقت برضه. ده غير ان الفيلم كان لسه فاضل له مسؤولية تطوير الشخصيتين في تويستين بصراع اخير، بتبرير هو ليه جي كي سيمنز في دور سانتا اصلا. فالفيلم ما كانش يقدر يشيل اكتر من ان التحقيق وقوام الفيلم نفسه يكون مشهدين بس. عشان كده بمجرد ما وصلنا لكرامبوس اخو سانتا وعرفنا ان جريلا كانت عنده عشان كانت عايزه الهديه اللي اديتها له في مره، الا وهي البلوره، عرف البطلين على طول ان الاجنده لجريلا هي حبس الشباب النوتي في البلوره. نقطة من نقط قوة الفيلم طبعا من وجهة نظري هي اختيار شخصيات جريلا وكرامبوس، لأنها مش مجرد شخصيات متألفة، إنما فولكلور كريسماسي معروف أو مغمور.
لأني رغم إن حد عندي 35 سنة إلا إني كنت أول مرة أعرفهم. بعد ما خلصت الفيلم لما قريت عن الشخصيات دي عرفت إن كرامبس كان معروف واحدة من الفولكلورات اللي بيقال إنه الفولكلور الألباني الشرقي إنه كائن كان بيروح مع سانتا للبيوت عشان سانتا يدي الهدايا للولاد الحلوين وكرامبس يعاقب الولاد الوحشين. والفيلم كان مطلع إن كرامبس هو صاحب فكرة قائمة النوتي أو النوتي ليست. فلو كرامبس هو أخو سانتا وفي نفس الوقت هو صاحب فكرة قائمة النوتي فاتنفع عشان كده، فتحسه كده رمز للفكرة اللي موجودة في الفلسفة المسيحية. الشيطان لوسيفر اللي كان أبهى الملائكة إلا إنه نظرا لغروره سقط وأدخل للبشرية فكرة معرفة الخير والشر. واللي أنا بعتبر إن الرمز البسيط لفكرة معرفة الخير والشر في الفيلم هو قائمة النوتي، إن بقى فيه ولاد كويسين وبقى فيه ولاد نوتي. وكان لذيذ إن مقر كرامبس يطلع في الفيلم إنه حوالين ألمانيا لأن فولكلوره أصلا طلع من هناك. نيجي بقى لجريلا اللي برضو طلعت جزء من فولكلور كريسمس لأنها بالنسبة لهم عاملة زي أمنا الغولة كده اللي الأهالي المصريين كانوا بيهددوا بيها عيالهم إنهم لو ما تأدبوش وما بقوش كويسين فهي هتطلع لهم بالليل وتاكلهم. فبنفس المبدأ تخيل بقى إن جريلا هي أمهم الغولة، وعشان كده منطقي جدا في الفيلم إن أجندتها تكون حبس الأطفال النوتي لأن الفولكلور أصلا كان طول عمره مطلعها كده. والجميل إن رغم إن بدايتها في الفيلم بتخليها تبدو وكأنها ساحرة شابة إلا إن مشهد النهاية بيطلعها بتصميمها الأصلي بالظبط زي ما بتطلع في الفولكلور. فجمال الفيلم إنه كان محترم الفولكلور جدا. عرفنا منه حاجات كتير في فولكلور كريسمس وقدر هو يربط بذكاء أفكار شخصيات ملهاش علاقة ببعض يخليهم هو مربوطين ببعض وبقصة الفيلم. زي ما قلنا بسبب زحمة الفيلم بيخلص المشهدين بسرعة عشان نلحق نشوف التطور الكامل لكل شخصية. نشوف تطور كالوم دريفت اللي رغم انه ابتدى فاقد الامل انه يشوف الطفل او الجزء الكويس في الكبار اللي حواليه الا انه انتهى انه نجح اخيرا انه يشوف ده في جاك اومالي لما جاك اومالي بتجيله فرصة ذهبية انه يبيع كالوم المخطوف عند كرامبس. لما كرامبس بيدي لجاك اومالي الفرصة انه يمشي الا انه بيقرر ما يمشيش وبيقعد وبيساهم في انقاذ كالوم. فساعتها كالوم بيشوف انه الحد اللي هو كان حاكم عليه انه كبير ومظلم طلع فيه جزء طفل وحلو قعد عشان ينقذه. على الناحية التانية بقى بعدها على طول جاك اومالي عشان نوتي بيجيله مكالمة من ابنه اللي عرفنا من اول مشهد انه عمل حاجة تخليه هو كمان نوتي. فابنه كان بيكلمه في التليفون بيقول له انه جاله هدية عبارة عن بلورة سحرية وبيفتحها قدامه وهو بيكلمه في التليفون. فطبعا بالتبعية بيختفي وبنعرف ضمنيا انه اتنقل لسجن جريلا. الحاجة اللي بتخلي جاك اومالي من غير تفكير يفتح على طول هو كمان هديته اللي جايله من جريلا واللي بتنقله فورا على سجن قدام سجن ابنه. واثناء تواجدهم قدام بعض في السجن بيوصل جاك اومالي لحقيقته العليا انه بيعتذر لابنه انه ما كانش موجود علشان بيعتذر انه اثر شغله وعقلانيته عليه. وبنشوف انه رغم اعترافه اللي ما وعدش فيه انه هيبقى احسن واحد او احسن اب انما وعد بس انه هيحاول الا انه بسبب اعترافه ده فالبلورتين اللي كانوا حابسينهم بيتكسروا من عليهم هما الاتنين. وكأن بده بنشوف بشكل مرئي ان خلاص جاك ما بقاش نوتي فبالتالي السجن ما بقاش يحق له انه يحتويه او يسجنه. وزي ما كان جاك ليه دور في انقاذ كالوم فكالوم على الناحية التانية بيقدر يتوصل لخطة جريلا انها طول الوقت ده عمرها ما سابت القطب الشمالي مسكن سانتا لانها كانت محتاجة طاقته في تصنيع الكتير من البلورة اللي هتحبس كل الوحشين والنوتي حوالين العالم. فبيروح للقطب الشمالي وبيكون ليه دور في رد الإنقاذ لجاك أومالي. فالتوازن ما بين الشخصيتين في الفيلم بيكون حتى في مساهمتهم في تطوير وإنقاذ شخصيات بعض. أخيرا يجي مشهد الكلايمكس أو قمة الصراع اللي كان متمثل في مطاردتهم لجريلا قبل ما تطير بعربية سانتا وتروح تدي هدايا سلاش سجون النوتي ليهم. وبيقدروا شوية انهم يقاوموها بمساعدة كرامبس اللي رغم انه كان كشكل مرئي لطيف مشاركته عشان يبان الصراع شكله احلى
إلا إن من وجهة نظر الدراما ما كانش ألطف حاجة ولا مبرر إن كرامبس يتغير فجأة ويشارك في الصراع لصالح سانتا. ورغم مساعدة كرامبس إلا إنهم برضو ما بيقدروش يهزموها على طول، بيهزموها أخيرا وفقط بمساعدة سانتا شخصيا. وهنا حابب أخصص جزء كبير من الكلام على سانتا في الفيلم، وليه ممكن يبقى جي كي سيمنز قبل بالدور. مبدئيا دور سانتا في الفيلم ده بالذات جميل جدا لكذا سبب. سانتا في الفيلم ده طالع وكأنه رمز من رموز محبة ربنا وقبوله الدايم لينا، فكرة رؤيته للطفل اللي جوه كل واحد في العالم دايما، واهتمامه انه عايز يجيب لفرد فرد هدية شخصية على مقاسه واللي هو عايزها بالظبط، مش مجرد هدية عامة موحدة للكل تحبسهم بيها زي ما كانت جريلا هتعمل. ده حتى لما كالوم جاله باستقالته ما أجبروش على الطريق الصح إنه لازم يكمل معاه، إنما قال له إنه متفهم وسابه ياخد طريقه بنفسه. حاجة تانية إن محدش كان يقدر يهزم جريلا غير سانتا. كل اللي كان محتاج يعمله كل من جاك أومالي وكالوم دريفت إنهم يعملوا اللي عليهم، اللي يسمح لهم يكبروا ويتطوروا في شخصيتهم، والباقي يكون على سانتا. زي ما احنا كبشر كده ملناش اننا نغلب الشيطان بشكل مباشر وشخصي، كل اللي محتاجين نعمله هو اللي علينا، والباقي دايما بيبقى على ربنا. اخيرا، من اكتر الحاجات اللي عجبتني هو السر وراء ان سانتا يطلع فت في الفيلم ويكون عنده جسم حلو ويلعب ضغط واثقال ويكون عنده عضلات. كنت فاكر في الاول من الاعلان ان السر هو بس ان الفيلم اكشن وان سانتا ممكن يبقى ليه في الفيلم كده حركتين اكشن، الا ان المشهد الاخير من الفيلم فسر لنا بجمال شديد جدا ايه هو السر، وهو ان سانتا عامل زي السوبر هيروز كده. زي ما باتمان بيتنطط من سطح لسطح كده عشان ينقذ الناس، فبالتالي لازم يبقى عنده الجسم اللي يسمح بده. فسانتا نفس الكلام، عشان يقدر يتنطط وفي ليلة واحدة يتنطط على سطوح كل العالم عشان يديلهم هداياهم الشخصية، فلازم يكون دايما جاهز انه يقدر يعمل ده بجسم منطقي. يقال ان اللي صمم شخصية سانتا بشكله المليان الحالي اللي احنا عارفينه على ما هو عليه النهاردة هو شركة كوكاكولا عام 1931. فكأن الفيلم بيعيد تجديد وتصميم الشخصية بالشكل المنطقي، منها يبين قد ايه سانتا اللي قلنا ممكن يبقى رمزية لمحبة ربنا، انه قد ايه بيفكر فينا وممكن يبقى بيتعب علشاننا، وانه التعب ده دايما بيبقى ليه تمن. او انه يبين ان احنا شخصيا لو فعلا عايزين نكون معطائين ونمنطق ونجسد سانتا في حياتنا فمحتاجين نراعي وناخد في الحسبان اننا محتاجين نتعب عشان اللي حوالينا، والتعب بيبقى ليه تمن. فجي كي سيمنز في دور سانتا ممكن يكون ما قدمش تطور للشخصية على مستواه، بس الصورة اللي قدمها لسانتا كانت قوية كفاية انها تكسر الاستيريوتايب بتاع سانتا في حياتنا احنا، ودي حاجة اكيد تحسب له وهتفضل في سي في اعماله شوية. الفيلم بينتهي طبعا نهاية سعيدة، كالوم بيعرف اخيرا يشوف الطفل في جاك اومالي، الطفل اللي شفناه طلع في اول مشهد اللي كنا متضايقين منه، وبالتالي فكالوم بيتراجع عن استقالته. في اللحظة اللي جاك اومالي نفسه بيكون بيتكلم ومدي كل اهتمامه لابنه، فكأننا بنشوف التطور الكامل للشخصيات بالنهاية السعيدة. عارف وبسمع ان ممكن النقاد يكونوا ابتدوا يهاجموا الفيلم، بس هو الفيلم على كل ما هو فيه هو فيلم كريسمس جميل جدا يستحق الإشادة على أفكاره وطريقة كتابته وإخراجه، لأن كان فيهم درجة تركيز عالية واحترام لأبطاله وللجمهور. سؤال أخير هسيبكم تفكروا فيه، تفتكروا ليه بوني هانت واللي جسدت دور زوجة سانتا في الفيلم ممكن تكون شاركت في الفيلم رغم تاريخها بالدور البسيط ده؟ هستنى تردوا عليا في الكومنتات وتقولوا لي رأيكم الصريح في فيلم ريد وان. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة دي اعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يجيلكم اشعارات على اخر حلقاتي. سلام.